السلام عليكم. اتكلم عن ثلاث اربع اخبار كده على السريع وهعلق عليهم، بس يا ريت لايك شير اي حاجه حلوه منك. بيراميدز بعد الهزيمه اللي خدها النهارده يبقى هو اول فريق بيفشل في التسجيل في 4 مباريات متتاليه في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. يعني عرينا وفضحنا. خد عندك المعلومه دي كمان، بيراميدز ما سجلش اي هدف في البطوله ديت خارج ملعبه. هو اصلا سجل هدف واحد بس وبره ملعبه ما جابش اي جوال. والاخ هاني سعيد بيقول اين دور الاتحاد الافريقي في ايقاف المهازل الكيميائيه؟ الحكم الغاني مش عارف ايه رفض احتساب ركلتي جزاء واضحتين لبيراميدز الشوط الاول. ملعب مازيمبي لا يصلح. دخلنا بقى في الحجج التي لا تنتهي. مفيش حد ابدا يرضى يقول على نفسه ان انا عندي تقصير، انا غلط، انا اعدل نفسي، انا لازم اكون افضل من كده، انا لازم اغير تفكيري، انا لازم اخد خطوات مختلفه. لا، لازم نطلع عيوب. ودايما الحجه اللي احنا مشهورين بها واكتر عيب بنحط عليه هو التحكيم. بيراميدز يقول كده، الزمالك يقول كده، كله بيقول كده للاسف الشديد. همه ويضحك على مشجعينه بحته ايه؟ الحكم مستقصدنا. بالنسبه للجماعه اللي كانوا بيقعدوا يلولوا كتير قوي حته ان الاهلي ممكن ما يصعدش او لسه يعني ما تاكدش صعود الاهلي لربع النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا، يقعدوا لك ولو وقاعد يلولو كتير قوي قوي قوي. شوف يا عم كده خلاص اتاكد ان في 5 فرق صعدت خلاص. رقم 1 النادي الاهلي، هو الفريق العربي الوحيد اللي تاكد صعوده حتى الان. رقم 2 يانج افريكانز التنزاني، والفريق الثالث سان داونز الجنوب افريقيا، والفريق الرابع مازيمبي واسك الافواري. كده 5، الاهلي ويانج افريكانز وسان داونز ومازيمبي واسك الافواري وبترو اتلتيكو الانجولي. 6 فرق، ومبروك للاهلي اللي عندي في كل الملولوين. لو جماعه لو دولت اللي انا بقول عليهم جماعه البهز بيه. مين هم جماعه البهز بيه؟ عشان اللي ما سمعناش قبل كده، عارفين انتوا البهز بيه اللي كان في فيلم الكيف؟ البهز بيه اللي كان بيبيع كيف اللي بيشتروه، او دول برضه تبع جماعه البهز بيه اللي بيبيعوا الكيف اللي بيشتروه. بيضحكوا على الناس بتوعهم، يقول لك الاهلي ممكن لسه ما تاكدش، وطبعا هو نفسه من جوه الاهلي ما يصعدش، فحقدوا يطلعوا على هيئه ايه؟ ان ممكن ان لو يقعد يلو لنا كتير قوي. ماشي يا بهز بيه، الاهلي صعد خلاص يا بهز بيه. نروح بقى لمدرب الزمالك، بيقول جميع اللاعبين مميزين ولديهم القدره على تحقيق طموحات الفريق. انا متفق معاك. مدرب الزمالك اللي اسمه جوزيه هم شكلهم راحوا جابوه عشان فيه جوزيه، فكرونا يطلع زي الجوزيه بتاع الاهلي ولا حاجه. بيقول ان فريق الزمالك فيه نجوم، فيه لاعبين مميزين لديهم القدره على تحقيق طموحات الفريق. صح. المشكله الكبيره انت نفسك. انت راجل لعبت 140 فزت في 140 مباراه وخسرت في 161 مباراه. خسارتك اكتر من مكسبك، فانت هتعمل ايه يعني مع الزمالك؟ انا مش عارف المسؤولين في الزمالك راحوا جابوا الراجل ده ليه. يعني السي في بتاعه سيء جدا، ما فيهوش اي حاجه مبشره. على فكره هو عامل انجاز، جوزيه جوميز عامل انجاز لما تعادل الماتش اللي فات، لانه دايما في اخر 6 ماتشات لما كان بيروح يدرب فرق جديده، دايما في كل ماتش بدايه مع الفرقه الجديده اللي بيدربها ياخد على فيها ويتهزم. فهو هنا الوقت عمل انجاز لما تعادل، دي حاجه كويسه، ربنا يسترها معاه ويفضل مكمل حتى لو تعادلات. المهم ما يبقاش هزايم. وفي خبر كويس، المدير الاداري لنادي الزمالك بيقول تم اختار نادي الزمالك باذاعه مباراه ابو سليم الليبي في الكونفدراليه بعد حل المشكله التقنيه. كان في كلام او في مشكله تقنيه كانت بتقول لي احنا مش هنذيع ماتش الزمالك مع فرقه اسمها ابو سليم. انا مش عارف ايه ابو سليم دي، بس ان عزبه ابو سليم الليبي ده في كاس الكونفدراليه. الحمد لله المشكله حلت والماتش هيتذاع. لغايه كده اكون خلصت مجموعه الاخبار دول. انا ما بحبش اطول في الفيديوهات عشان الباقات اللي على قدها، وما بحبش اعيد واعيد وازيد والك. بس عاوز اقول على حاجه بس اخيره، الكابتن علي محمد علي، مش عارف انت كابتن ولا مش كابتن، بس يا ريت ترحم امنا بقى. ما انت مش منهج يعني مقرر عليه اللي انت لازم تذيع لنا ماتشات المنتخب. انا عمري في حياتي والله ما سمعت لك تعليق على منتخب وفوزنا فيه، على ماتش المنتخب وفوزنا فيه. انت تعليقك حلو وبيعجبني ورنة صوتك كده وبتاع بتعجبني، بس للاسف بحس فيك الوطنيه يعني زايده شويتين، والامورك كده ما بتبقاش حلو، وشك مش حلو على المنتخب. امبارح والله كنت قاعد ماسك بطني قول يا رب استر يا رب استر، والله لغايه ما الحكم صفر يعني خلاص كان دمي بينشف. فانت ارجوك انت ما انتش منهج مقرر علينا، انت ما انتش دواء مر لازم ناخده خلاص. معظم جماهير الاهلي وناس كتير قالوا لك كده، ناس كتير وصلوا لك كده، ناس من اللي بتقدر توصل لك وصلت لك، اللي هم الصحفيين ولا مذيعين وصلوا لك وقالوا لك، وانت عرفت الكلام ده خلاص. يا عم انا بقول لك انت ما انتش دواء مر احنا مجبورين ناخده، ولا انت منهج دراسه مجبورين ان احنا نذاكره. ربنا يوفقك مع الفرق الثانيه، علق على الماتشات الثانيه وسيبنا احنا بقى. السلام عليكم.